السلام عليكم، انا خالد درغام، طالب في كليه طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم تذاكروا ازاي الاحياء. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. مبدئيا كده الاحياء من امتع المواد اللي انتوا هتذاكروها في ثانويه عامه بالنسبه لي على الاقل. مش كل الناس بتحب الاحياء، ولكن المفروض والمنطقي ان اللي دخل علم علوم يكون بيحب الاحياء، ولكن ده مش شرط. في ناس دخلت طب اسنان معايا، وفي ناس دخلت طب بشري، ودخلوا كل الكليات اللي هم عايزينها، سواء حتى كليه صيدله، كليه علاج طبيعي، كليه حاسبات، اي كليه انتوا عايزينها، فنون تطبيقيه، تجاره. عموما اي حد دخل علم علوم مش لازم يكون بيحب الاحياء، ولكن هو الاغلبيه بيكونوا بيحبوا الاحياء. من اكتر المواد الممتعه ومن اكتر المواد اللي هتفيدكم عموما في حياتكم. ماده حرفيا انت بتحسها، ماده مش بتحس ان انت لازم تتخيلها، ومش عارف تشوف الذره في الكيمياء، مش عارف تشوف الايونات، مش عارف تشوف الحاجات دي، ولكن لما بيحكي لك عن حاجات في جسمك، حاجات عنك انت، فانت بتبقى فاهمها وبتبقى عايز تعرف عنها اكتر واكتر، فبيبقى فعلا مادة ممتعة جدا. فانتوا عندكم الدعامة والحركة، وعندكم الهرمونات، عندكم التكاثر، عندكم الابواب دي كلها جميلة جدا جدا. طبعا التكاثر هو اكتر باب عليه درجات، وبعد اضافة او التعديلات اللي حصلت على مادة الاحياء، فانا مش عارف بالظبط التقسيمة بقت عاملة ازاي في الدرجات، ولكن غالبا برضو بنسبة 99% يبقى التكاثر هو صاحب النصيب الاكبر. خليك ذكي وانت بتذاكر، يعني انت عارف دلوقتي ان التكاثر هو عليه اكبر درجات، فانا هعمل ايه؟ انا لما اجي هحل على التكاثر اكتر، هديله فرصة اكبر، هقعد ازود حل، ازود افكار في دماغي اكتر، تمام؟ وبالنسبة للاحياء، فاهم المواد اللي انتوا محتاجين ان انتوا تحلوا فيها كتير وتشوفوا افكار كتير. اغلب الكتب هتلاقوها فيها حاجات طالعة بره المنهج. طب ليه؟ لان الاحياء مش بيعتمد بس على المنهج، ودي مفاجأة لازم تبقوا عارفينها. الاحياء هتلاقوا حاجات داخلة في تفاصيل اوفر، تفاصيل ممكن ما تكونش اتقالت لكم. هو بيبقى سؤال او سؤالين في الامتحان، ولكن مش بيخلو امتحان من الاخطاء عموما. اخطاء لان بيجيبوا حاجات تحمل اكتر من اجابة، يعني بيجي لك حاجة المفروض انت في منهجك تجاوبها باجابة، ويقول لك لا اصل العلم بيقول ان هي الاجابة دي تنفع، فانت ما تبقاش عارف هل اجابتك صح ولا لا. فعموما كتر الحل في الاحياء حلو جدا، وهيزود لكم معلومات. في كتب بقى بتزود اوفر حاجات بره المنهج، على اساس ان السؤالين دول بيدربوكوا عليهم، ولكن انت مش مطلوب منك تتدرب على سؤال او سؤالين ومهمل ال 38 او ال 40 سؤال الباقيين. انت المفروض تتمرن على الاسئله عموما اللي جوه منهجك، خصوصا لازم تكون متمرن عليها كويس جدا، وباقي المعلومات هتلاقيها جايه مع الحل الكتير. وطبعا الكلام ده بالنسبه لطلبه تربيه وتعليم اكتر من الازهر. الازهر برضو النظام عندهم اتغير شويه، ولكن انا بتكلم على نظام تربيه وتعليم عشان كنت تربيه وتعليم، فانا عارف الدنيا ماشيه ازاي في التربيه والتعليم. طيب نخش على اول سؤال، وهو انا كنت باخد مع مين في الاحياء؟ خدت مع دكتور احمد الجوهري. عندنا في الاحياء مدرسين ودكاتره كويسين جدا جدا. انا خدت مع دكتور احمد الجوهري من اول السنه لاخر السنه، حرفيا كان من امتع الحصص اللي انا كنت بحضرها. حصته ممتعة بطريقة لا تتخيلوها فعلا. كنت بخش على الحصة نفسي اليوم بتاع الأحياء يجي، نفسي يوم الحصة ده ينزل. ما بضيعلوش حصة، بشوف الحصة وأنا مستمتع، بقعد اكتب وراه اي ملاحظات، اي حاجه ازودها. وكنت بعمل دايما ملخصات ليا، بحب ان انا يبقى عندي ملخصاتي الخاصه، ان انا احط الكلام بتاع الدكتور احمد الجوهري مع الكلام اللي موجود في الكتاب بتاعه، مع مثلا حاجه لقيتها زياده في كتاب الامتحان، مع حاجه لقيتها وانا بحل في الكتب الخارجيه اقوم مزودها. فانا بعمل كوليكشن كده في كل حاجه، في كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. وهتلاقوني بنزل لكم الملخصات دي على حساب التيك توك، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف. روحوا اعملوا فولو هناك، هتلاقوني بنزل لكم الملخصات بتاعتي هناك. ملخصات فيها كل المعلومات اللي انا احتاجتها من ساعه ما بدات السنه لحد اخر السنه، وفي المراجعات النهائيه كنت بزود برضو حاجات، فهتلاقوا تجميعات وتربيط افكار جميل جدا جدا. فروحوا اعملوا فولو على التيك توك، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. وطبعا في غير دكتور احمد الجوهري في دكتور محمد ايمن، كان برضو من اللي انا بحب اتفرج على فيديوهاتهم. كنت بشوف له فيديوهات على اليوتيوب، ولكن كان اعتمادي الاساسي كان على دكتور احمد الجوهري. كنت مشترك معاه منصه، فكنت بلتزم بالفيديوهات اللي هو بينزلها اساسيه، عشان طبعا ملتزم معاه لازم تبقوا معاه دكتور واحد او مدرس واحد
محدش يشتت نفسه بموضوع اكتر من مدرس او اكتر من دكتور. لو حابين تعملوا كده او في وقت انكم تعملوا كده، فانتوا هتخلوا واحد اساسي والباقي تتفرجوا عليه، لو في درس مش فاهمينه او فاهمينه نص ونص فالتاني ياكد عليه مش اكتر. لكن ما تعتمدوش على 2 مدرسين او 2 دكاتره في نفس الوقت لنفس الماده. وفي طبعا مستر محمد صالح، وفي برضو دكتور هوبا، وكنت اعرف ناس برضو بياخدوا مع دكتور هوبا وكانوا بيقولوا ان هو شرحه حلو جدا جدا. طيب تالت حاجه معايا النهارده وهي درجاتنا في امتحانات الاحياء. درجات امتحانات الاحياء معروفه ان هي بتبقى مش احسن حاجه، معروفه ان هي بتبقى فيها ارقام مش لطيفه. ليه؟ لان الاحياء الاسئله فيها مختلفه عن الشرح. طب ازاي؟ انا ذاكرت الشرح ده مش معناه ان انت هتعرف تحل، انت لازم تمرن ايدك في الحل في الاحياء، لان الاحياء اسئلتها فيها منها كتير ما بيبقاش مباشر، في منها كتير محتاج تدريب كتير. فانتوا الحل غير الشرح، واحنا عارفين دايما اي حد ذاكر احياء قبل كده هيلاقي ان هو في الشرح فاهم وزي الفل والدنيا ماشيه تمام، هيخش على الاسئله يتفاجئ ويتصدم، وايه ده، دي مش درجتي، ده ازاي، طب طلعت عملت ايه؟ فالاحياء معروفه ان هي كده، لازم تحل كتير فيها عشان تتعود على الاسئله وتعرف تحل كويس في اخر السنه. احسن الكتب بتاعت الاحياء، وانا كنت قلت قبل كده في فيديو عن الكتب الخارجيه هتلاقوه في حرف الاي فوق، حاطط لكم احسن الكتب الخارجيه في كل المواد. فبالنسبه للاحياء دايما انا كنت بقول ان لازم نبدا بكتاب الامتحان لانه الكتاب المعتمد من الوزاره والكتاب الاقوى في الاحياء. بعد كده عندنا كتاب التفوق. كتاب التفوق في الاحياء كان حلو جدا جدا، ولكن كان بيحط شويه اسئله صعبه نوعا ما، فلازم يبقى بعد كتاب الامتحان عشان تكونوا اتعودتوا على المتوسط والصعب شويه صغيرين. بعد كده نبدا نعلي المستوى اكتر. بعد ما تخلصوا التفوق كده ممكن تحلوا كمان كتاب النفيس او كتاب الشامل. انا كنت بفضل كتاب النفيس، كان حلو جدا جدا، وبعديه مثلا كتاب المرجع. فانا كنت بحل كتب كتير جدا في الاحياء. الاحياء اكتر ماده يعتبر انا حليت فيها كتب خارجيه، لان انا اصلا كنت بحب الماده، فكنت دايما اشوف ان انا كل ما ابقى فاضي احل احياء. الاحياء كانت ماده ممتعه جدا جدا بالنسبه لي. ومن اهم الحاجات في الاحياء ان انت لما يجي سؤال في بالك ما تكسلش تسال فيه المدرس. كان ساعات يجي سؤال في بالي واقول ان انا عايز اسال السؤال ده، اكسر اسال المدرس، فيجي الاختبار اللي جاي، الاختبار الشامل، الاقي السؤال ده جه في الامتحان وبعد كده ما اتعلمش من اخطائي وممكن انسى السؤال ده بعدين. فالسؤال اللي يجي في بالك اكتبه في الملخص اللي انت عامله بايدك واسأل فيه المدرس في أقرب فرصة، وتكتب الإجابة تحت السؤال عشان تقدر ترجع لها في أي وقت وتبقى عارف إن السؤال ده وقف معاك قبل كده. وطبعا كالعادة وزي أي مادة دايما لازم أقول لكم إن أنتوا لما تحلوا الأسئلة تسجلوا أخطائكم، وزي ما قلت لكم مش لازم تسجلوا أخطائكم اللي هو إن أنا هكتب رأس السؤال وأكتب وأرسم شكل الرسمة. طبعا الأحياء فيها رسومات كتير ودايما بيلعب في امتحان آخر السنة على الرسومات، خلي بالكم إن هو بيحب الرسومات جدا في امتحان الأحياء، بيعشق حاجه اسمها الرسومات. فدايما هتلاقي فيديوهات عن الرسومات، دكتور احمد الجوهري كان بيجيب لنا رسومات كتير جدا جدا في المحاضرات، فلازم تتمرنوا على الرسومات والاسئله اللي فيها الرسومات. وطبعا كان فيها اسئله من غير رسومات ولكن هو بيحب يزود من الرسومات. نرجع تاني لتسجيل الاخطاء، مش لازم تسجلوا الاخطاء بانكم تكتبوا راس السؤال وترسموا الرسمه وبعد كده تحطوا الاجابه الغلط، بعد كده الاجابه الصح، بعد كده تعديل الصح وليه غلطت وليه. الكلام ده كله لو انتوا مش قادرين تعملوه مش لازم تعملوه عشان وقتكم، ولكن المهم ان انت تكتب مثلا كتاب الامتحان صفحة 30 مثلا سؤال 2 وهكذا، وتكتب ما تكتبش السؤال بقى، اكتب سؤال 2 انا غلطت عشان كذا 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 كذا. طيب الاجابة طلعت الصح كده، طب ليه؟ عشان كذا. تمام؟ عشان ترجعوا له بعد كده في المراجعات. كل امتحان شامل لو انتوا مش مراكمين وهعمل فيديو للمراكمين قريب واعرفكم نلم نفسنا ازاي، عشان كنت في الوقت ده ما تقلقوش كنت مراكم حاجات برضو، كان في حاجات كده صغيره بتفوتني، كان في تغيير مدرسين كنت بعمله فكان بيأثر عليا، عشان كده دايما بقول لكم ما تغيروش مدرسين كتير. فالفترة دي كنت مراكم شوية، فعشان كده برضو حاولت ألم نفسي ولحقت ألم نفسي بسرعة، فأعمل لكم فيديو لم التراكمات بعد ما نخلص المواد على طول. فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الإشعارات أول بأول، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فاحنا لو مش مراكمين هنيجي وقت الامتحان الشامل هنقرأ قراية سريعة على الشرح اللي احنا واخدينه، وبعد كده اخش على الاسئله اللي انا غلطت فيها. دايما انا ما بحبش وقت الامتحان او بالذات الساعات اللي قبل الامتحان اللي هي ليله الامتحان، اليوم اللي قبل الامتحان على طول ده
ما بحبش احل فيه اسئله جديده، بحب ان انا اراجع الاسئله اللي انا غلطت فيها عشان اتعلم من اخطائي، ما اروحش احل اسئله جديده وانا اصلا اللي فاتوا مش فاكر انا غلطت فيهم ليه، طب انا استفدت ايه؟ فلازم ارجع للقديم وابدا اراجع اخطائي تاني. دلوقتي هقول لكم بقى على تريكات وحاجات لازم تعملوها في مذاكرتكم. بالنسبه لي بصراحه، والمفروض ده يبقى بالنسبه لكم برضو، ان انا كنت بحب دايما ابقى متمرن على الاسئله المقالي والاسئله الاختياري. طب ازاي واحنا الاسئله المقالي مش عندنا كتير، عندنا سؤالين او ثلاثه ايا كان انت ازهر او تربيه وتعليم، فلازم تبقى متمرن على جزء الاختيارات والجزء المقالي، لان الوزاره ممكن في اي لحظه تلاقيها قالت ان الاسئله هتبقى مقالي. انت هتبقى ضامن حاجه مش هتبقى ضامن حاجه. انتوا عارفين ان الوزاره ساعات بتطلع بقرارات مره واحده وانت ما بتبقاش عامل حسابك، ولكن هما بيبقوا شايفين ان انت مادام انت مذاكر فانت هتعرف تحل سواء مقالي او اختيارات. فانتوا اتمرنوا كويس على الاختيارات لان هي العدد الاكبر من الامتحان، واتمرنوا على المقالي لان المقالي ما تلغاش 100%، ولكن هو موجود سؤال او سؤالين في الامتحان، وممكن قرب الامتحانات تلاقوهم بيقولوا ان اسئله المقالي عددها هيزيد اكتر، فلازم تبقوا عاملين حسابكم. فانا نصيحه ليكم، سواء احياء او فيزياء او كيمياء او اي ماده او رياضيات، اي حاجه بتذاكروها لازم تبقوا متمرنين على الجزء المقالي وعلى جزء الاختيارات. تاني نصيحة معايا في الأحياء، لازم تبقوا بتعرفوا ترسموا رسومات المنهج، بالذات طلبة الأزهر. واحنا عارفين طلبة الأزهر السنة بتاعتي كانوا بيشتكوا من رسومات عايزينهم يرسموها، كانوا طالبين منهم رسمة الجنين تقريبا في غشاء الرهن وغشاء السلة والحاجات دي كلها. فلازم تبقوا عارفين ازاي ترسموا الرسومات. حتى طلبة التربية والتعليم انتوا مش ضامنين اي حاجه، عادي جدا. خلصت درس هبدا ارسم الرسومات اللي فيه، انا كنت بحب الرسم فالدنيا ماشيه معايا بحب ارسم. خلصت الدرس سجلت اخطائي، حليت اسئله، رسمت الرسومات، ابقى كده انا عملت كل اللي عليا وكده خلاص خلصت الاحياء. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، برد على كل الكومنتات بسرعه. عايزين نذاكر وعايزين نشد حيلنا، عايزين نقفل الاحياء، عايزين نقفل كل المواد. وما تنسوش تتابعوني على التيك توك، هتلاقوا الرابط موجود في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.